حضرات المشاهدين متابعي بين سبورتس اينما كنتم عشاق الكرة الاسبانية، نعيش الليلة قمة من قمم الليغا هنا في الكامب نو بين برشلونة واشبيليا في ثامن مواعيد الموسم الاسباني. خيسوس نافاس كابتن اشبيليا، ليو ميسي كابتن برشلونة امام طاقم التحكيم اللي يقوده انطونيو ماتولاوس. الفريقان يتساويان في الارقام في انتظار حسم الاقدام، 13 نقطة لكل فريق، 4 انتصارات، تعادل وحيد وخسارتان لكل نادي. برشلونة الافضل هجوميا واشبيليا اقوى دفاعيا. البارسا بفارق الاهداف رابع الترتيب العام واشبيليا السادس. للتذكير مشاهدينا الكرام ان الفريق الاندلسي لم يرزع وكورة والخطورة وفي النهاية تضيبه بعد الخطر. هذا علاش قلنا لكم وانه برازيلي فرناندو والاسباني اوليفير توريس. كرة بعيدة من 7 مباريات لا يعتبر بالدفاع القوي، ولويس سواريز اراد ان يكون غدا. والان في المدينة الاندلسية تصويب صار عند ديمبلي، يعدي وامكانية الخطورة نيلسون سيميدو نافاس وامكانية اوكامبوس وكرة. إذا كان الهولندي لوك دي يونغ رايع، فإن الروعة والأروع هو الحارس الدولي الألماني أندري تير شتيغن. كرة رائعة، حارس أسطوري في هذه اللقطة. شوف القوة، كرة في القائم الثاني من نوريتو، ومرة أخرى تير شتيغن ب 18 نقطة. كرة طويلة من عثمان ديمبلي، فك بوس. شنو هذا؟ لولا ارتورو فيدال، والكرة بركنية واضطرابات داخلية في اخر لمسة، وهذه الامكانية للهروب من جانب اللاعب رقم 8 نوريتو. كرة من ميسي لفيدال، وفيدال يوسع وريع. كرة طويلة من ايمر بانيجا وبالراس مرة أخرى، وذات الفرصة كاريسو ودياغو كارلوس، ثنائي محور الدفاع للفريق. سيميدو رائعة. طبعا الغايب عن هذه المباراة بداعي الإيقاف. كرة ممتازة، ترويض للمراوغة من عثمان ديمبلي، يوزع كرة طويلة وبالراس. جول غريبة من ريكيلون ولوك دي يونغ. فرصة كبيرة لنادي اشبيليا مرة أخرى. يخسروا مع ارتور، والمخالفة والبطاقة الصفراء. ريكيلون اموريتو بالورقة الصفراء أكيد في هذا الاختبار من جديد، وهذا اليوم لكن بعيدها بالفعل على يسار فاكليك. لما نحكي على ليو ميسي اللي سجل مشاهدينا الكرام، او اوكامبوس. شنو هذا؟ ما هذا يا اشبيليا؟ الهولندي ليو الكبير نيلسون سيميدو يوزع. جول! شنو هذا؟ لا 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 يا سواريز، لا. شنو هذا يا سواريز؟ مقاسية عالمية، ازدواجية الامتياز، انفجار، زلزال في مدرج سيميدو، وتعدي الكرة وفيها الخطور. لويس سواريز مرة أخرى، أرتور. شو هذا؟ اليوم برشلونة بالكرة المضمونة، كرة من كوبا كابانا، كرة من ساو باولو لأرتور. وطبعا شوف اللقطة، الكرة لم تخرج برمتها، هدف شرعي لفريق برشلونة. شوف الروعة من أرتور، كرة سحرية. وطبعا لفريق برشلونة، شوف الروعة من أرتور، كرة سحرية. وضع الشباك التشيكية في وضعية الزلزال. ليو أسطورية بالثلاثية، نار يا حبيبي نار. ديمبلي، وينو دياغو كارلوس ذهب إلى البرازيل، وديمبلي
ديمبلي نجم هذا الليل. شوف الفنيات، ديمبلي السلام باجمل اقدام يغالط فاكليك ويعطي ثالث الاهداف. اي روعه، اي متعه بالسهل الممتنع. البارسا بلغه الاقناع، بلغه الابداع. نار ثالث الارجنتينيين فوق الميدان. اوكامبوس والمخالفه والانذار كذلك، انذار على نيلسون سيميدو البرتغالي. نافاس يوزع اونوليتو وكرة صالة نارية في مدرجات الكامب نو. ريجيلان يوزع واختتام ممتاز الخسيس نافاس. امكانية الترويض وتسويب، التسويب من اوكامبوس لكن بجانب الحارس تير شاغن. 5 روبرتو. سرعة الإيقاع الآن في 30 متر الأخيرة من جانب ميسي. تغطية في حواره مع نيلسون سيميدو. يعدي اوكامبوس لكن هربت عليه ليو كورة. أراد نسخة كربونية على الهدف الثاني. البارسا تستفيق في مدرجات الكامب نو، سعيدة كل السعادة. فرانكي ديونغ يعدي ويمشي، وأنطونيو ماتولاوس يعلن على نهاية الشوط الأول بانتصار وقتي ب3 أهداف ل0 لبرشلونة على حساب فريق إشبيليا في ملعب الكامب نو. لكم مني مشاهدينا. بانيجا كرة في ظهر سيميدو لنافاس والتسرع لنادي اشبيليا. تعدي بالمرة وتسويب، والحارس تير شتيغن. تسويب من ريجيلون المدافع الايسر ريجيلون لليو. رائعة لكن صعبة يا ولدي. سنتلو بالجولة الخامسة في غرناطة بهدفين ل0. وكامبوس يجي لليمين، وكامبوس التسويب من الارجنتين. وكامبوس والكرة تضيع مرة أخرى، لكن ما يذكر ويشكر. ليو جول، ليو جول، ليو جول، ليو والكرة ترفض الارجنتيني. ليو ميسي إلى ليلته. كرة بالراس من جيرار بيكي. نافاس ترويض ولا اروع. نافاس كرة بعيدة. كرة سواريز الرائع، سواريز ويسقط سواريز. الحكم يعطي مخالفة ضد الاوروغواني لويس سواريز. ينال 134 يوم. ديمبلي لا يمر يا سواريز في تحضير ارتورو فيدال. وكرة جول. ماذا يفعل ديمبلي الفرنسي؟ دمار لكن بقوة. ضيع هذه الكرة خارج الإطار. عثمان كرة في ظهر روبرتو والركنية. يا ليو يا سواريز والركنية. شنو هذا يا ميسي؟ ضربة مرمى. ميسي الكبير، ميسي ما زال يجري يوم ورا يوم. لليمين نافاس